وإلا راكي حاصله واش توجدي الفطور ولا العشاء، حاجه ترافقي بها لا سوب ولا مقبله لضيافك، ننصحك بهذه الفطيره تاع البطاطا مفرمجه ومعمره بالبنه بعجينه قطنيه باسهل طريقه. نحتاج بطاطا اون بيغي اللي غليتها غير في شويه ملح، كي طابت صفيت لها 90% من الماء تاعها، زدت لها الفرماج وحليب بودره وخدمتها بالباطا. في العجينه نسحق حبه ولاد الدجاج، نصف كاس تاع الحليب ما يعادل 80 مليلتر، مغرفه كبيره سكر، نص مغرفه خميره، نخلطهم ونلم الخليط تاعي بفرينه ماما لاتي 55. ما ننساش مغرفه الملح لازم تتلملي وتبقى طريه، باش نزيد لها 30 غرام تاع المارغرين تكون بحراره المطبخ او ما يعادل مغرفه كبيره. نعجنها باش تولي لي ملساء ونخليها تخمر مده نصف ساعه. نقسمها على 2 كرات، نفتحهم دائري بسمك يكون رقيق بزاف، وما بقى لي غير نحط الحشو. سبقت حطيت الفخوماج غابير، خيروا واش كان عندكم وتقدروا حتى تستغناو عليه. حطيت تانيت البطاطا وزدت تانيت فوقها الفخوماج، نغلقها بالعجينه الثانيه وراح نحاول نغلق مليح ونسودي الاطراف، ندخلهم لتحت باش الشكل يجي شباب. نخليها ترتاح نص ساعه، وبواسطه 7 ايام اللي يكونوا ناشفين راح ندير هاد الثقوب. ندهن لها الوجه بالصفار ونطيبها على 220 بالمروحه ان وجدت. كي تحمر لكم من الفوق ومن التحت خرجوها. ننصحكم برك تضاعفوا المقادير لخاطرش بزاف بنينه والاخر ما راحش يسحلوا. ادوت غسيل. سلام.